ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف صحة وسلامة. زي ما انتم شايفين النهاردة معايا فيديو حلو وكمالة الفيديوهين اللي انا لسه منزلاهم من يومين. طبعا بس قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونقول ما شاء الله. وزي ما احنا شايفين مع بعض انا النهارده ان شاء الله كان من زمان وكان نفسي كمان ان انا اعمل ركنه. والحمد لله الحمد لله ربنا نولها لي، والحمد لله ان انا عملت. وزي ما بيقولوا كده الصبر مفتاح الفرج. فانا الحمد لله صبرت ده على شقتي لحد ما خلصت كل حاجه فيها. الحمد لله. انا كنت الشقه بتاعتي يعتبر فاضيه، بس الحمد لله دلوقتي عندي كل حاجه جديده. الحمد لله الحمد لله. فبحمد ربنا كتير جدا جدا على النعمه اللي هو اداها لي. فزي ما انتم شايفين معايا النهارده دي الركنه اللي انا عملتها. زي ما انتم شايفين كده ده اللون اللي انا اخترته. انا هنا كنت واقفه اصلا بتكلم معاكم بشرح لكم، بس لقيت ان انا اسجل احسن عشان اسرع الفيديو شويه. زي ما انتم شايفين هنا ده لون الركنه، ده اللون كده عاطي على اللون لبني فاتح او بيبي بلو كده فاتح. قصدي غامق، بيبي بلو غامق و او بترولي فاتح. اللون ده الدرجه بتاعته جميله جدا جدا. اول حاجه هنا القماش ده اسمه قماش قلاب بتاع الركنه. انا اللي جايبه كل حاجه على ايديا وجايبه يعني. انا رحت جبت القماش وجوزي عمل خشب على ايديه، يعني بمعنى اصح دي عموله. تمام. فزي ما انتم شايفين كده ده لون المخدات. زي ما احنا شايفين الركنه دي عرضها طولها كده 4 متر، واللي هي الصغيره دي اللي في الوش ده 1 متر و40. تمام. فزي ما انتم شايفين انا اخترت كده الالوان، ورحت بقى لما قطعت القماش قطعت بقى للتكاوي. زي ما انتم شايفين القماشه دي لسه طالعه جديد، لسه طالعه جديد. انا اصلا لسه شايفاها القماشه دي نفسها كده في السجاد بتاع الناس الجيون. نفس كده الرسمه اللي على القماشه. اول مخده والتانية عملتها لونها بيش. حسيت البيش بيبقى لايق جدا على الدرجه دي. الدرجتين بصراحه ماشيين مع بعض وحلوين جدا واتفاجأت اصلا بالدرجه ان هي اصلا لون الحيطه. فهي لون الحيطه جدا يعني، بس والله ما كنت. انا اصلا كنت هناك في مع الاضاءه الدرجه كانت غير خالص. كانت هي كافيه كده فاتح شويه. تمام، بس عطت معاها الرصاصي فاتح مش عارفه ازاي. بس برضو في كل الحالتين اللون طلع حلو. وال والدرجه حلو. وطبعا عملت طبعا من لون نفس اللون الركنه. عملت برضو خداديات عشان يبقى كله منسق كده الدرجات مع بعضها. تمام. خليت كل الكنبه عليها 3. قلت مش عايزه ان انا ازود كتير عشان الدنيا ما تبقاش مش زايطه كده بكل الخداديات. هنا بقى عملت الاتنين باف دول، قصدي الاتنين فوتيه. طبعا هنا كانوا كله بقى عايزين ان احنا نعمل كان في اختلاف يعني اراء شويه. احنا يا اما نعمل كنبه صغيره زي اللي هي الصغيره ال1.5 متر دي، او نعمل 2 باف. بس انا اخترت ان انا اعمل اللي هي الاتنين فوتيه دول. حسيت بقى الاتنين فوتيه دول هيبقى مختلفين كده في الشكل وفي المنظر، وكمان في القيمه بتاعتهم احسن من الاتنين باف. تمام. وكمان قعدتهم مريحه. انا كنت خايفه جدا لا يطلعوا صغيرين، فقعدتهم برضو مريحه كده، مش صغيرين هم تحس ان هم منظرهم صغيرين، بس هم لا، تقعدي كده القعده مريحه بتاعتهم وحلوين. لسه بقى هنعمل شويه تجديدات كمان في الصاله باذن الله. وان شاء الله هديكوا شويه افكار كده وباذن الله. وقولوا له بقى من عندكم افكار، وقولوا له بقى إيه اللي عجبكم والركنه عجبتكم ولا لا. طبعا هستنى ارائكم، وهستنى طبعا اللايك بتاعكم عشان يرفع الفيديو لاكبر عدد مشاهدات. يا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم على خير. مع السلامه.